السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رضوى حمدي. اللي ما يعرفنيش، دي قناتي. باذن الله هنشتغل شويه كده، يعني حاجات لرمضان. وباذن الله اللي عنده اي فكره جديده يا ريت يتواصل معانا عشان ننفذها مع بعض. النهارده هنشتغل على المبخره دي خشب. طبعا انا استاذه في مسح الفيديوهات. الفيديو بتاع التاسيس بتاعها اتمسح للأسف من عندي، بس هي مبخرة خشب عادية. دهنتها باللون الأبيض، أسستها، وبعد كده استخدمت ستنسل من الجزء اللي فوق زي ما انتوا شايفين كده. ستنسل عادي زي اللي احنا استخدمناه في البوكس بتاع الدعاء. والجزء التاني ده نوع من أنواع الكراكل. الكراكل ده عبارة عن معجون أو بيست. عبارة عن خطوتين. الخطوة الأولى بتبقى خفيفة شوية، كأنها كده دهان تقيل شوية. بدهنه واستنى لما ينشف خالص، وبعد كده ابدا انفذ الطبقه التانية يعني كانها معجون تقيله شويه. بستخدمها بالسكينه، بسكينه المعجون بوزعها. وبعد كده استنى لغايه ما تنشف خالص، هيبدا عندي التشققات دي تظهر معايا. هنا هستخدم عجينة السيراميك الجاهزة. ممكن نستخدم عجينة السيراميك المعمولة منزليا سواء على البارد أو الحار، بس طبعا الأفضل اللي هي معمولة على السخن. عملت هنا الأشكال دي. أفضل طريقة لأن انتي تطلعي بيها عجينة السيراميك من القالب انك تدهني القالب من جوه بالزيت. يعني دي أفضل طريقة بصراحة أنا استخدمتها. استخدمت بودرة التلج والنشا بإني أبطن القالب السيليكون من جوه، بحيث ان العجينة او عجينة السيراميك يعني تطلع معايا بسهولة. بس برضو ما كانش بتطلع معايا بسهولة. افضل طريقة كانت عجينة السيراميك بتطلع معايا بسهولة هي كانت اني ابطن القالب السيليكون بزيت جونسون بتاع الاطفال. بعد كده هبدأ اني الزق القيمات دي او الاشكال اللي احنا عملناها بالقالب السيليكون بالغير الابيض العادي بتاع الخشب. احاول اني طالما عندي قيمة فيها رسمة كده لازم اراعي المقاسات والنسبة والتناسب. ما ينفعش اني اكتل العجينة عندي في جزء واحد. هنا طالما عندي شكل كأنه كده يعني في، يعني عايزه اقول في نقطه ارتكاز، في نقطه ارتكاز. هنا عندي جسم القيمه المفروض ان هو يبقى في منتصف المبخره بالظبط. فانا قست المبخره بالطول والعرض، وبعد كده اخدت المقاس المناسب لشكل القيمه بتاعتنا. بحاول اني برضو اظبطها، افرغ الحاجات اللي هي مش عايزاها تطلع معايا. برضو بحيث اني اخلي الرسمة بتاعة القيمة تبقى مظبوطة، ما اقطعش منها قطع سلبي، يعني ما يبقاش كده قطع متعب للعين لو انا شفته لا دي حاجة مقطوعة وملزوقة. لا، انا عايزاها كأنها فعلا متوظفة علشان خاطر المساحة دي بالظبط. بعد ما تنشف خالص هبدأ انا هنا برضو لو ملاحظين الجزء اللي هو البارز بتاع العجينة دهنت كويس كده معجون، قصدي غيرة ابيض، وهظبطها. وبعد كده الجوانب هبدأ اني اعملها بالحبال على الحد الفاصل ما بين الستنسل اللي فوق والكراكل اللي تحت. بعد ما العجينة تنشف خالص هبدأ ألونها باللون الأبيض علشان تستقبل معايا أي تعتيق أو أي لون تاني. ده أبيض أكريليك. لو مش متاح عندك أبيض أكريليك ممكن بلاستيك، والأفضل يعني يكون بلاستيك مط أو ربع لمعة. وكذلك الحبال. وانا برضو اديت لون للكراكل. ممكن عادي تستخدمي لون مختلف يعني عن اللون الابيض ده على الكراكل، وممكن تلوني باللون الابيض عادي، يعني لك مطلق الحرية براحتك. هنا طبعا انا عايزة اخليه طقم مع بوكس الدعاء اللي احنا اشتغلناه في الفيديوهات اللي فاتت. هنا ده لون ميتاليك، قلنا ازاي كوناه لو مش معاكي الوان ميتاليك غامقة. هبدأ اني ادهن المبخرة كلها باللون ده، وبعد كده همسح بحيث ان الغائر عندي والاجزاء الغائرة عندي تاخد اللون الميتاليك الغامق، والاجزاء اللي فوق والسطح اللي فوق يبقى ابيض، او يعني طبعا مش هيبقى ابيض ابيض، بس هيبقى واخد كده ضي شوية من الميتاليك.
هنا انا استخدمت وايبس. ممكن تستخدمي فوطة يعني مبللة شوية بشوية مية ولا حاجة. برضو بنفس الطريقة اللي احنا استخدمنا بيها طريقة المسح، ان انا عايزة اخلي العالي يكون افتح شوية، باخد المنديل على صوابعي كده زي ما عملنا في بوكس الدعاء برضو، على صوابعي، بحيث اني اخلي العالي يكون فيه لون بسيط خالص اقرب الى الابيض، والغائر هو المتشبع باللون الغامق. والاهم من الشغل بقى هو تفنيش الشغل بنظافة ومش كروتة بصراحة. هنا دي القاعدة بتاعت المبخرة. حاولت اني ادهن باللون الميتاليك، نفس اللون الميتاليك اللي احنا عتقنا بيه، اني ادهن بالفرشة رايح جاي، بس لقيت خطوط الفرشة واضحة معايا، فما حبيتش ان كمان يعني القاعدة كده كده مش هتبان طبعا، بس برضو مش حابة ان يكون في حاجة او ولا حتى غلطة بسيطة في الشغل. فقلت خلاص انا هعملها كده كأنها مدق بالمدقة كده، وبعد ما هتاخد الطبقة الأولى هدهن كمان طبقة تانية علشان يبقى اللون ما يبانش فيه الحدود بتاعة المبخرة. هنا كمان لو انت المبخرة من فوق في غلطة بسيطة انا غلطتها، هتلاقوا ان المبخرة من فوق كأنها كده مش مستوية، يعني اكيد هتلاحظوها على الاطراف، وعلى اطراف المبخره وجوانب المبخره هتلاقوا في كأن سطح مش املس، كأنه خشن شويه. ليه؟ لان شويه غيره جم وانا بلزق القيمات وما اتمسحوش على طول، فساب بقى اثر، ما بقاش السطح املس. المهم هنا هنبدأ ان احنا نعتق، ان احنا باللون هنلون عادي، وبعد كده هنمسح باتجاه مناسب لاتجاه القيمة. التفاصيل دي حاولوا ان انتوا تخلوا بالكم منها، لان في الاخر يعني هي دي اللي بتفرق شغلك عن شغل حد تاني. انا عامله بالطول باتجاه القيمه، يعني انا مش عامله مثلا القيمه اهي من الناحيه اهي من الناحيه اللي قدامي، فانا عامله الفرشه كانها رايحه للقيمه في اتجاه القيمه. المهم يعني تفاصيل زياده بصراحه، بس انا بركز فيها. هنا انا يمكن تلاقوا في اخر صوره هتلاقوا ان سطح المبخره يعني دامج ما بين الوان مختلفه، اللون الميتاليك اللي احنا عتقنا بيه، بعد كده اللون اللي وقع مني ده لون غامق شويه، وبعد كده كمان هعمل كأنه لون ابيض، بس ممكن يكون مش ظاهر في الفيديو او ما صورتوش. المهم انتي برضو يعني انتي براحتك تدخلي الوان مختلفه تمام، مش مختلفه شاذة عن بعض يعني، بس الوان مكمله لبعض. وهنا كمان انا كنت بمسح الالوان اللي كانت نازله من الجوانب على جسم المبخره نفسه. هنا ده الميتاليك الغامق اللي انا قلت لكم عليه اني دمجته او يعني دخلته مع الميتاليك التاني من فوق جسم المبخره. هنا هبدا اني عايزه اغمق الجزء اللي تحت، يعني حاسه ان ان الموضوع كله كده سايح في بعض، بس حبيت ان الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الكراكل اغمقه شويه عن الجزء اللي فوق بتاع الستنسل والقيمه. فاستخدمت الميتاليك الغامق، وبنفس الطريقه هلون تمام كله، وبعد كده همسح العالي. وهنا الكراكل لو يعني التشققات اللي هي الشرايين دي لو ما اخدتش منك اللون كويس، بفرشه رفيعه جدا 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 ممكن تمشي داخل الشقوق دي. لو انت يعني حاسه ان السطح البارز زي السطح الغائر او واخد نفس اللون مفيش اختلاف، انت ممكن تزودي الغمقان بتاعه التشققات دي بفرشه رفيعه جدا. وفي الاخر خالص انت عايزه تدي البروز بتاعه القيمات باللون الذهبي زي ما عملنا برضو في بوكس الدعاء، تمام جدا. مش عايزه خلاص لكن مطلق الحريه برضو. وهنا نكون خلصنا المبخره،
وبإذن الله هنعمل برضو حاجات تاني مختلفة لرمضان، واللي عنده أي فكرة جديدة ومختلفة لتجهيزات رمضان أو اكسسوارات رمضان أو ديكور رمضان ياريت تبعت لنا. هسيب لكم لينك الصفحة بتاعت الفيسبوك الخاصة بالشغل بتاعنا، وكمان لينك الانستجرام لو حد حابب يتواصل معايا او يشترك او ينضم معايا. تمام جدا، يعني اتشرف طبعا. مستنية باذن الله تطبيقاتكم وكمان تعليقاتكم، ولو اي سؤال انا تحت امركم سواء على الواتس او على الصفحة بتاعت الفيس. وبفكركم اللي حابب ينضم لكورس الديكوباج المجاني برضو يتواصل معايا. الكورس مجاني 100%، ما فيهوش اي مقابل مادي خالص. هو لينك على التليجرام هبعتهولك، هيبقى فيه كل المحاضرات 8 محاضرات، وبإذن الله هتستفيدي منها. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، يكون مفيد ليكم، ومنتظرة اي استفسار واي سؤال منكم. السلام عليكم.